مرحبا بناتي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. ورجعت وياكم فيديو جديد ووصفة جديدة، واليوم راح أسوي بخاري الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم. وهاي المقادير: عندي 1.5 كيلو تقريبا من أبخاذ الدجاج الريش، وعندي بصل أو ثوم مبروش، وعندي هاي البهارات هيل ودارسين وبهارات دجاج وماجي، وعندي زبد ومعجون وجزر. هسه نخلي الزيت ونخلي تقريب 15 غرام من الزبدة. الزبد راح يعطي طعم كلش طيب، ونخلي وياه الزيت عمود لا يحترق. بعدين نخلي البصل، ومن يتغير لون البصل يصير يميل إلى خضار نضيف الدجاج. هسه خليت الزبد وأخليه يذوب. وبعدها نخلي البصل والثوم، تقدرون تبرشونهن أو تسوونهن بالخلاط، يعني ماكينة الثرم. نقلبه لأن يتغير لونه وينطي على خضار. نخلي الدجاج. طبعا هاي الوصفة كلش طيبة وأتمنى تجربونها. أنا مسويتها بفيديو ثاني، بس هاي غيرت يعني أكو إضافات بيها. تقدرون تستعملون دجاج كامل عادي يعني. هسه نخلي الدجاج ونخليه يحمس وينزل مايه كله، وبعدين نضيف البهارات. الكمية انتم حسب يعني اللي تقدرون تسوونها، مثل كيلو أو نص كيلوين براحتكم، حسب المقدار تردونه. طبعا التمن راح أسويه بماي السلق، يعني بعدين أطلع الدجاج وأخلي التمن بالماء. البصل خليته راس بصل حجم كبير، وفصين ثوم. هنا خليت البهارات وياها دارسين وياها هيل. كمية الهيل انتم همين تتحكمون بيها والدارسين. هنا نحمسه كل زين إلى أن يتجانس وياخذ يعني نكهة التتبيلة، وبعدين نضيف الجزر. هنا ضفت ماجي، تحبون تضيفون قطعة أو قطعتين، وتخلون بالكم إنه الملح تقللونه، يعني لأنه الماجي يكون مالح. هنا حمص كل زين عندي، وراح أضيف الجزر. الجزر أنا سويتها بالخلاط، هاي ماكينة الثرم، أو تسوونه بالمبراشة عادي. تقلبونه وتحمسونه حمسة عدلة إلى أن يتغير لونه، وبعدين تضيفون الماء. معجون همين راح أخلي خاشوقة يعني كبيرة أو خاشوقتين صغار، مجرد عمود يعطي لون. يعني أنا ما أريده يصير أحمر كلش، بس يعطي لون يصير مثل البرتقالي بلون الجزر، والجزر هو همين يعطي لون. هنا كركم ما خليت، بس بهارات دجاج.
ودارسين وهيك. هسه هنا كملت حمس كله زين، انحمس كله، وهسه نضيف الماء. هاي مثل ما جاي تشوفون كله انحمس. هسه أضيف له الماي، وقريب ما يريد يستوي نضيف الملح، حتى شنو قبل لا أطلع الدجاج يتشرب بالملح. هسه نعوف على النار إلى أن يستوي الدجاج، وبعدين نخلي التمن عليه. هنا هسه راح أسوي الحشوة. لا هنا أنا كملت الدجاج طلعته، وراح أضيف التمن. التمن النوعية هاي يعني صحيح بسمتي، بس مو مثل اللي أريده، ما جابولي اللي أريده. ملك البنجاب كلش يطلع حلو بالهاي الوصفة، لأن حبتها رفيعة تصير وينثر بوحدة. هذا هم بسمتي بس مو مثل ذاك. إذا يحتاج ماي نضيف له ماي بعد. وهنا خليت له قليل من الماي بعد، وهاي راح أخليه بالفرن ونعوفه يستوي. وراح أسوي الشعرية. هاي الشعرية نخليها فوق، يعني الحشوة اللي فوق التمن. كمية الشعرية حسب الرغبة، اللي يحب شعرية هواي يسوي يعني كمية هواي. راح أخلي بهارات على الشعرية، بهارات مشكل، وأخلي هيل، وأخلي برش البرتقال. يعني أبرشها، القشر مالت البرتقال أبرشه وأخليه يعطي نكهة كلش طيبة. وراح أخلي ملح، وهذا هو. ونخلي الماي قليل، يعني ما نكثر على مود لا تصير معجنة. وملح وقليل من الشكر. الشكر يعطي شوية يعني بحلاء، يصير كلش طيب، مو هواي يعني وخاشوقة ما تشال. هنا خليت الماء، وذيج الشوربة أنا مسويتها قبل وياكم ما صورتها. وهذا فطورنا كان، وسهمكم العافية. هسه أضيف البهارات. البهارات مثل ما قلت لكم بهارات مشكلة، وبرشة البرتقال، وشكر وملح، ونخليهن. وراح أخلي همين للزينة بزالية والخضروات. هاي بالأخير أخليهن بالزينة. هسه نخليها نطبقها ونخليها على نار هادئة لأن تنشف. هنا كملت عندنا الوصفة وزينتها بهاي الطريقة. أتمنى الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو ويا أصدقائكم. الطعم ما أحكيلكم، والريحة همين كلش طيبة، جربوها. والتقيكم فيديو ثاني، مع السلامة.